السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فيديو جديد النهاردة من قناتكم حكاية الكنز، والفيديو هيكون عن الأرقام المميزة. هنعرفها إزاي. الأرقام المميزة هي لأي عملة سواء كان متداولة أو غير متداولة. هنعرف بالتفصيل إيه هي الأرقام المميزة في الفيديو ده إن شاء الله. قبل ما نبدأ، اللي لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، ولايكات بقى. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني ومعانا الأرقام المميزة. ايه هي الأرقام المميزة؟ الأرقام المميزة للعملات القديمة والعملات المتداولة حاليا. يعني ممكن تلاقي معاك عملات اللي هي بتتصرف، اللي هي مثلا 10 جنيه 20 جنيه 5 جنيه. العملات دي كلها بتبقى فيها أرقام مميزة. طيب هنعرفها ازاي؟ تمسك العملة اللي معاك وتشوف الرقم ان هو مثلا ايه بيتقرأ من الشمال زي اليمين، فبيكون القراءة صح. ده كده بيكون رقم مميز. يعني هنا 0 1 6 7 0 1 6. لو جينا بقى من اليمين 6 1 0 7 6 1 0، ده كده يتسمى رقم مميز. واضح كده؟ زي ما هتقرأه من اليمين هيتقرأ من الشمال، ده كده بيتسمى رقم مميز. اللي هو اهو 0 1 6 7 0 1 6. لو قرأنا برضو من اليمين هنلاقيه 6 1 0 7 6 1 0. طيب ايه اسعار العملات اللي هي الارقام المميزة؟ معاك الحالات اللي هي بتكون انصر، اللي هي العملة اللي هي مثلا ايه لسه طالعة من البنك، تكون الحالة بتاعتها انصر، العملة جديدة خالص. ديت بترفع مثلا لو 10 جنيه ترفع معاك لحد 100 جنيه مصري. طيب حد هيسألنا يقول لي طيب اللي هيشتري 10 جنيه متداولة حاليا هيشتريها ب 100 جنيه هيستفاد بيها ايه؟ هيستفاد ان الناس اللي هي بتحب تجمع العملات بالنسبة للأرقام المميزة بتحب تحتفظ بالرقم المميز ده وسط العملات اللي معاهم اللي هم بيحتفظوا بيها. فلما بيلاقوا رقم مميز ده بيرفع من قيمة العملة اللي معاه. كل يدور على العملات اللي هي معاه حاليا سواء كانت جديدة أو عملات قديمة. الاتنين في تلك الأحوال بيكون الرقم المميز. اللي بيحبوا يجمعوا العملات بيحتفظوا بالأرقام المميزة دي. طيب أي عملات معاك ومش عارف تبيعها هتبيعها إزاي؟ في عملات اللي هي زي ما قلنا قبل كده اللي هي قطعة بتتباع مثلا لو ب20 أو ب25 جنيه. هتحاول إنك تجمع 4 قطع أو 5 قطع وتباعهم ب100 جنيه. لما تبيع ال4 قطع أو ال5 قطع ب100 جنيه كده هتخلص العملات اللي عندك. طيب بقية العملات اللي هي مثلا أسعارها ما بتجيبش اللي هي ال20 جنيه وال25 جنيه هنبيعها ازاي؟ الحالة دي هتبدأ تجمع بقية العملات اللي عندك اللي هي ما بتتباعش ولا مطلوبة، وتقدر انك يا تحتفظ بيهم يا اما تبيعهم بالكيلو. كيلو العملات حاليا بيصل ما بين ال 200 جنيه وال 250 وال 300 جنيه مصري، على حسب العملات اللي معاك كانت مصري او عملات اجنبي. تمام؟ الكل يدور على الارقام المميزة في العملات اللي هي متداولة حاليا. وده يعتبر مثلا اللي حابب ان هو يشتغل في العملات ديت هيقدر ان هو يشتغل من خلال ان هو يبحث عن الارقام المميزة، لانها بتكون مطلوبة كتير وناس بتدور على الارقام المميزة اللي هي زي دي كده. اللي هو زي ما هيتقرأ من اليمين
تقرأ من الشمال، من اليمين كده 6107 610. ده كده رقم مميز. لو جينا على الشمال نقرأ برضو 0167 ده رقم مميز. والعملات آيات 10 جنيه عادية خالص متداولة حاليا، بس تحمل رقم مميز وده يرفع من سعرها. الحالات الأنصر بترفع معاك لحد 100 جنيه مصري. الحالات اللي هي زي كده زي 10 جنيه مثلا اللي معانا ديت تعمل لها مثلا 50-40 جنيه مصري. طيب أي عملات معاك هتقدر تبيعها إزاي؟ معاك طريقتين تقدر تبيع من خلالهم أي عملات معاك. طريقتين، أول طريقة وهي تطبيق أوليكس. تطبيق أوليكس تقدر تبيع من خلاله أي عملات معاك سواء كانت مصرية أو أجنبية. طيب هبيعها إزاي؟ هتشوف لو هتجمع العملات اللي هي 4 قطع أو 5 قطع هتبيعهم ب100 جنيه. هتصور العملات اللي معاك وش وظهر وتبدأ تروح على تطبيق أوليكس وتعمل إعلان خاص بيك وتكتب بيانات العملات اللي معاك بالظبط. وأهم حاجة تحدد السعر، وبلاش الناس اللي بتحط الأسعار اللي هي 1000 و2000 جنيه على عملات سعرها بيكون 100 جنيه أو 200 جنيه مصري. حط السعر الحقيقي اللي انت عايز تبيع بيه عشان المشتري لما يدخل يشوف العملات ويلاقي السعر متحدد هيتواصل معاك ويشتري العملات اللي معاك إن شاء الله. طيب العملات اللي هي النوادر اللي بتصل سعرها ما بين 10,000 جنيه لحد 50,000 جنيه مصري وحابين إن احنا ندخلها مزاد، هندخل العملات دي مزاد إزاي؟ في الحالة ديت سيبك من تطبيق أوليكس خالص وتتجه إلى جروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر. هتبدأ تصور العملة اللي هي النادرة اللي معاك وش وظهر وتبدأ إنك تعمل المزاد بتاعك. طيب العملة لو سعرها يتجاوز 50,000 جنيه أفتح المزاد بكام؟ الحالة دي تبدأ إنك تفتح المزاد من أول. حابب تفتح المزاد ب10,000 جنيه أوكي عادي خالص افتح ب10,000 جنيه. حابب تخليه ب20,000 خليه ب20,000، بس أهم حاجة تكون العملة نادرة زي اللي قلنا عليهم بالأسعار في الفيديوهات اللي قبل كده. أهم حاجة تكتب بيانات العملة صح، الصور وش وظهر تكون واضحة. أهم حاجة كمان ما تنضفش العملات اللي معاك بسلك مواعين. خلي العملة لو عليها طين أو تراب أو أي حاجة خلي العملة زي ما هي وهتتباع زي ما هي، لأن العملات اللي هي النوادر دي بتتحسب وبتتوزن بالجرامات، ولما تنضفها انت بسلك والحاجات دي كلها هتقل من الميزان بتاعها وهتكون مش من النوادر وهتتباع بسعر أقل جدا. خلي العملة زي ما هي وابدأ المزاد بتاعك، وأهم حاجة تخلي المزاد متاح لمدة يومين أو 3 أيام عشان أكبر كمية تقدر إن هي تشوف المزاد بتاعك ويقدروا إن هما يشاركوا في المزاد. تمام. الأرقام المميزة زي ما قلنا الرقم إن هو مثلا تقدر إنك تقرأه من اليمين زي ما هتقرأه من الشمال. يعني الرقم اللي معانا هنا من اليمين 6107 610. طيب من الشمال 016701 ده كده رقم مميز. والأسعار بتتراوح ما بين 50 جنيه مصري لحد 100 جنيه مصري حسب الحالة والرقم اللي معاك اللي هو مميز. يا ريت اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلوك كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.